فمبدئيا كده دي الظروف اللي احنا بنتكلم عليها. معدل الامطار اللي موجود برضو يتناسب مع الورد. يعني انا عندي الامطار اللي بتحصل معايا خلال الموسم بتفيد معايا برضو المحصول بتاع الورد في عملية الري بتاعه. اختلاف عملية الري احنا بنتكلم بقى بعد كده على بعض العمليات اللي احنا ممكن نفيد بيها المحصول بتاع الورد. من حيث اول حاجة، انا بزرع الورد بتاعي بعد انتهاء موسم مثلا التقليم. انا بقلم امتى؟ بقلم في شهر يناير كميلادي، يعني شهر يناير اللي هو شهر واحد لغاية من اول ديسمبر، من اول ديسمبر او من منتصف ديسمبر لغاية نهاية شهر يناير. ماشي. المزارع بتفرق في الجزئية دي او في الميعاد اللي هو بتاع التقليم حسب ايه؟ حسب اللي هو عايز يأخر الزهر او يبكر الزهر بتاعه. في اوقات انا بحاول ان انا اخر التقليم بتاعي. ليه؟ عشان اتجنب الموجات بتاعه البرد. الورد لو احنا اتكلمنا عليه هو بيتحمل ايه؟ بيتحمل البروده لكن مش الصقيع. الصقيع يضر. ماشي. لكن فتره البروده دي بتفيد معايا الشجره بتاعه الورد. ماشي. فشجره الورد خدت بروده كويسه، هتبدا بعد كده تحضر عشان تطلع الفروع الجديده وتطلع الزهر بتاعها. تمام. هنبدا نتكلم على التقليم. قلنا بيبدا من منتصف ديسمبر لغايه اخر شهر يناير. لو انا بكرت يعني بدرت من اول مثلا ديسمبر هاخد محصول بتاعي مبكر. اخرت هيبدا يتاخر معايا. محصول الورد بتاعي بيبقى كام يوم؟ حوالي 45 يوم. ما ادري المناقشه اثناء تفضلك في قابليه ولا يعني لو نخليها في النهايه بس مفيش مشكله. ده اكيد مسموح بيها يعني ان شاء الله. المحصول بتاعي المده بتاعته بتبقى حوالي 45 يوم. دول موسم الحصاد بتاع الورد الطائفي. تمام. ال 45 يوم دول هيختلفوا حسب ميعاد التقليم بتاعي. بدات امتى هيبدا يديني المحصول بتاعي. تمام. التقليم اللي احنا بنتكلم عليه هو بيفيد الشجره الحاجتين اللي هو ايه؟ الشجره اول حاجه بيبقى عليها فروع قديمه من العام الايه الماضي. الشجره بتطلع معايا بعد الموسم الثاني من الزراعه. انا لو زرعت اول سنه يبدا يبكر معايا او يبشر معايا زهر. ثاني سنه يبدا يديني ايه؟ ازهار. ازهار على خفيف. يديني بقى المحصول بعد الايه العام الثاني. طيب انا لما باجي بقلم في طريقتين من التقليم، او في يعني بعض الناس بتتبع طريقه التقليم اللي هو المنخفض، يعني اللي هو يبقى على ارتفاع 40 او 50 سم من ايه؟ من سطح الارض، او يسيب الارتفاع بتاع الشجر لغايه متر ونص ويبدا ايه؟ يربي عليها من متر لمتر ونص. وده الاغلبيه هنا بيشتغل على هذا النظام. انا بفضل في النظام التقليم الجائر شويه اما تكون الاشجار معايا بدا سنها يكبر معايا. يعني انا في اشجار عندي او شجيرات من الورد بيوصل عمرها من 15 ل 20 سنه في بعض المزارع على هذا الاساس. عندي 25 سنه. ما شاء الله. ربنا يبارك. فانا في الفتره دي انا بحاول اجدد شباب الشجره اللي هي عمرها كبير. اشيل كل